السكرين شيرد. ف آه، اكتبوا في الكومنت ان الدنيا تمام، الصوت واضح، الصورة واضحة، كل حاجة تمام، وان شاء الله نبدأ على طول. شكرا يا سارة. مية مية. ماشي يا سيف، ثانك يو سو ماتش حبيبي يا مجدي. ثانك يو سو ماتش. مية مية. اوكي. اوكي مية مية، حلو قوي. طيب سريعا كده اعرفكم بنفسي سريعا. انا اسمي ايهاب حلمي السيد عبد الجليل السيد احمد درويش، فاوندر لشركه اسمها اسكالا. واحنا شركه متخصصه في ان احنا نبني للشركات اللي بتشتغل بي تو بي جو تو ماركت انجنز باستخدام الاي اي والاوتوميشنز، ان هو يجنريت ليدز عن طريق الايميلز، عن طريق اللينكدين، وكمان ازاي يقدر يجيب داتا وارقام تليفونات للليدز اللي هو عايز يتواصل معاهم. بقالنا اكتر من 5 سنين شغالين في الماركت، والحمد لله عندنا تراك ريكورد محترم. قررنا ان احنا نعمل الويبينار ده عشان نشارك مع الناس ايه الاستراتيجيز اللي احنا بنعملها عشان نقدر نجيب كواليفايد ديموز في الكالندر بتاعتي، من غير ما ابقى معتمد على الحظ وان شهر يجي وشهر ما يجيبش. فباستخدام ان انا اعمل سيستم، والسيستم ده اقدر اكرره شهر ورا التاني، واقدر اجيب ليدز من غير ما ابقى متعسف ومش قادر احقق التارجت بتاعي. ده سريعا عن نفسي. عايز اتعرف عليكم، فمفيش مجال ان انا افتح مايكات وان انا اتعرف عليكم، بس حابب ان انتوا تكتبوا في الشات. عايز اعرف الناس منين. احنا وصل لنا اكتر من اعتقد كسرنا 400 او 500 ريجستريشن من كذا مكان. فعايز اعرف الناس حاضره منين، اللي حاضر من القاهره، اسكندريه، مصر، السعوديه، امارات اند سو اون. فاكتب في الشات انت بتشاركنا منين. محمد طلعت القاهره، قاهره. نجيب حبيبي يا نجيب، حدائق اكتوبر. شريف مملوك من القاهره، القاهره، اسكندريه، احسن ناس احمد مسعد، ما اعرفش انا بنطقها صح ولا لا، الاردن. احسن ناس الاردن، فريق النشامه. دكتور محمد يوسف، ديجيتال ماركتنج كايرو، اسكندريه حبيبي يا مجدي. ماشي، يعني في ميكس، في ناس في جده، في ناس في الاردن، في ناس في القاهره، في ناس في اسكندريه. متحمس جدا ان شاء الله. الايفنت ده احنا بقالنا شويه مأجلينه، بس قررنا نعمله قبل رمضان عشان في رمضان الطاقات بتبقى نازله. بشكر التيم اسكالا اللي اشتغل وقعد يتابع معاكم ويأكد ان انتوا يفكركم بالايفنت. آه، الناس اللي حاضره وصلت ل 63، فام اكسايتد ان شاء الله ان احنا نبدا. آم، طيب خليني اوك يو ثرو كده احنا بنشتغل ازاي. بس قبل ما اشرح ده، خليني اقول لكم ليه انا شخص ممكن تسمعوا لي. لا هقول ان انا راجل جامد ولا تنين مجنح ولا اي حاجه. انا زي اي حد اشتغل في السيلز والبيزنس ديفلوبمنت من 10 سنين. كنت بعاني ان انا اقدر اجيب كواليفايد ليدز للشركات اللي انا كنت بشتغل فيها لما كنت موظف قبل ما ابدا البيزنس. وكنت بحضر سيشنز، بحضر كورسات، بجرب تمبلتس، بجرب تولز مختلفة، وفي حاجات كتير قوي لبستني في حيطة وحاجات اشتغلت. فدايما ببقى شاكك ايه الحاجات اللي انا استخدمها امتى، وايه التولز اللي اقدر استخدمها، وايه الاستراتيجيز اللي انا اقدر استخدمها. فانا النهارده مش جاي اكلمكم على كلام نظري، ولا اقول لك انت المفروض تعمل ايه. انا جاي النهارده اتكلم على انا عملت ايه واشتغل. فمش جاي اقول لكم كلام كتب، يعني هو كلام كله متجرب. واحنا اشتغلنا مع كلاينتس كتير في الريجن، في مصر والسعوديه والامارات وامريكا واوروبا. اهمهم اسامي ممكن تبقى ريليفنت ليكم، هو براند فوري. هو ده ريسنت، يعني اقرب كيس ستادي احنا اشتغلنا عليها. اشتغلنا مع التيم بتاع فوري، اشتغلنا مع برودكت زي زين اتش ار وبيزاد والاتش ار سيستمز، هايرنج بلاتفورم زي بيت، ساس برودكت زي الكوتش وجيني اي اي، وغيرهم من الاسامي. كلهم ناس محترمه، واحنا قدرنا نجيب ليهم نتائج علشان هم عاملين برودكت وبيقدموا سيرفيسز ممتازه. احنا دورنا بس مكمل، وساعدناهم في ان هم يعملوا جو تو ماركت استراتيجيز باستخدام الاوتوميشن. اوكي. هايلايت برضو سريع. اوكي.
ماشي. انا جالي نوتيفيكيشن ان احنا قربنا من ان احنا نوصل للليميت الاتندنس. فما اعرفش يا ساره، لو تقدري تشتغلي مع انجي في ان احنا نابجريد البلان، علشان، معلش خليكوا لحظه معايا. اوكي اوكي اوكي. هو بس العدد عمال يزيد، فعايز اميك شور ان الناس اللي هتخش مش هتعطل. كناش متوقعين كل الحضور ده الصراحة، فخليني ابجريد زوم دلوقتي. دن خلاص. ماشي، مية مية. ظبطتها يا سارة، خلاص مش محتاجين تعملوا حاجة. طيب، على مدار ال5 سنين اللي فاتوا، بعتنا أكتر من 8 مليون إيميل للكلاينتس اللي احنا اشتغلنا معاهم. قدرنا إن احنا نجيب أكتر من 10,000 بزنس اوبورتيونيتيز للكلاينتس اللي احنا اشتغلنا معاهم. فمن الآخر يعني احنا يعني محل ثقة إن شاء الله إن احنا نشارك معاكم حاجات فعلا اتجربت واشتغلت. طيب، ايه الاسطوره او الخرافه اللي بسمعها كتير في الماركت، خصوصا في مصر والميدل ايست بشكل عام، ان الايميلز مش قناه فعاله ما بتجيب لناش ليدز، واللينكدين مش قناه فعاله ما بتجيب لناش ليدز. الناس دايما دماغها متركبه ان احنا الكولد كولز هي اسلم حل والقناه الوحيده اللي احنا المفروض نشتغل عليها. خليني اقول لك ان الخرافه دي غير حقيقيه. انا عندي شانلز كتير قوي في البي تو بي او في الليد جنريشن اقدر استخدمها. الايميل واحده منها، الكول كول هي واحده منها. فاعتمادي على قناه واحده انا شايف ان هو خصوصا في 2026 مش efficient. انا لازم اعتمد على قنوات مختلفه. لو انا قادر ومعايا الريسورسز ومعايا القدره ان انا اعمل ادز وابعت كولد ايميلز واعمل كونكشنز على لينكدين وابعت مسجز واعمل الكولد كولز وفولو اب على الواتساب، لو اقدر اعمل كل ده هيكون هايل. احنا كشركه تخصصنا على التو شانلز دول اللي هم الايميل واللينكدين، مش علشان هم احسن، احنا شفنا ان هم very cost efficient. و ان انا اجيب بيها كي ديسيشن ميكر لشركات حجما كبيره. آه، الاوقع ان انا اتعامل على القنوات دي. فانا ضد المقوله ان الكولد ايميل از ديد. بالعكس، هي بقت اصعب. وعشان كده احنا موجودين النهارده عشان نشارك معاكم ازاي اقدر استخدم الكولد اوتريتش، سواء ايميل او لينكدين او حتى فون كولز، ان انا اجيب منها ريزلتس احسن. تمام. فلو انا اشتغلتها بسيستم صح، بالتولز الصح، ان شاء الله يعني تجيب ريزلتس والمكنه تطلع قماش. انا بس شايف ان الاودينس وقف عند 100 شخص. الله، خليكم لحظة معايا بس عشان اتاكد من حاجة. تمام، لا كسرنا 100 شخص خلاص. انا بس عايز اتاكد ان اللايسنس اللي انا زودتها شغالة. عذرا على تمام. هايل، خلاص تمام، زي الفل. طيب. طيب يا عم ايهاب، بنعمل ده ازاي؟ النهارده هتكلم على 4 حاجات هم اهم بيلرز او اهم اجزاء لازم اخد بالي منها لما ابني جو تو ماركت كامبين. وكامبين هنا قصدي بيها ان انا عندي مجموعه من الليدز اللي انا عايز اتواصل معاها وببعت لهم ايميل، او مجموعه من الليدز عايز اتواصل معاها وبتواصل معاهم على لينكدين، او معايا مجموعه من الليدز عايز اكلمهم فون كول او ابعت لهم واتساب. ده المقصد بجو تو ماركت كامبين. اول حاجه ويمكن دي اكتر حاجه انا بشوف كلاينتس انا اشتغلت معاهم مهما كان حجمهم ان الاوفر بتاعهم مش متظبط بشكل مناسب للكولد اوتريتش. فالاوفر الجيد هو اللي بيخلي شغل السيلز والماركتنج سهل. فاوقات كتير قوي ببقى شايف شركات بترمي اللوم على السيلز والماركتنج ان انت ما بتعرفش تجنريت ليدز، ما بتعرفش تقفل ديلز اند سو اون. اوقات
بيبقى السبب مش بسبب ان السيلز والماركتنج مش كفء او مش بيشتغلوا صح. اوقات بيبقى بسبب ان الاوفر نفسه اللي انا ببيعه مش جذاب بشكل كافي يخلي الناس تقبل على ان هي تساين اب عندي او تشتري او توافق ان هي تخش معايا ديمو. فانا ببقى شايف ان اهم حاجه لازم اشتغل عليها في الجو تو ماركت اوتريتش بتاعي هو الاوفرنج. تمام. وانت كحد شغال في السيلز او ماركتنج لو حاسس ان الاوفر بتاعك مش اتراكتيف، لازم تبدا تشوف ازاي تحليه في عين البروسبكت اللي انت بتتكلم معاه، وهتكلم عليه في السلايد الجايه. تاني حاجه هي الكوبي او الناراتيفز السرديه اللي انا هستخدمها لوصف الاوفر ده. وهي طريقه كتابتي، سواء في الايميل او في الاعلان او في الرساله اللي ببعتها على لينكدين او الواتساب او ايا كان. ايه السرديه اللي انا هقولها؟ ماشي. وهتكلم على طرق الكتابه والفريم وركس بتاعتها، والموضوع مش صعب ولا علم نووي يعني. هتكلم على اجزاء الاوفرز الكوبي رايتنج المختلفه. تالت حاجه الديستريبيوشن. اتكلمت في السلايد اللي فاتت اهميه ان انا استخدم اكتر من قناه، ان انا استخدم الادز، ان انا استخدم الواتساب، ان انا اكلم العميل بمكالمه تليفون، ابعت له ايميل اند سو اون. فالنهارده المالتي شانل بقى مهم جدا جدا جدا، خصوصا في 2026 ان الموضوع بقى اصعب من السنين اللي فاتت، ان انا اقدر اوصل لصناع القرار واخليهم يردوا عليا واخليهم يحجزوا معايا ميتنج. فظهر اهميه ان انا اشتغل مالتي شانل. رابع حاجة وهي ان انا ازاي اقدر اجيب الداتا. انا عندي اوفر كويس، قادر اكتب عنه بشكل كويس، معايا التولز اللي تخليني اقدر اوزع السيلز مسج بتاعتي على نطاق كبير. فاضل الداتا وازاي اقدر اجيبها. وانا ببقى شايف ان دي السكيل اللي بتفرق الجو تو ماركت سبيشالست او الجروث مانجر او ايا كان هنسميه بزنس ديفلوبر. هي دي الجزء اللي انا ببقى شايف ان هي بتفرق القادر ان هو يبني جو تو ماركت استراتيجي كويس، قدرته على ان هو يوصل للديتا. والديتا هي مش قادر اقول لكم قد ايه هي مهمه، ولكن آه، آه، يعني اللي مخلينا الحمد لله ناجحين في الجزء ده هو قدرتنا على ان احنا نقدر نجيب الديتا ونعمل لها مانيبيوليشن ونحطها في جو تو ماركت استراتيجي كويسه. وهتكلم على الاستراتيجيات دي في السلايدز الجايه. طيب. آه أنا من الحماسة نفسي وقف، فاعذروني لو وقفت وخدت نفسي. طيب. أول درس الأوفر، أو أول بيلر هو الأوفر. إيه يا إيهاب الحاجة اللي تخلي الأوفر شكله جذاب، وإيه الحاجة اللي تخلي الأوفر شكله مش جذاب؟ آم، الأوفر الجذاب هو اللي أنا لو حطيته في كولد ترافيك، يعني كل مرة وريته لناس سترينجرز، ناس كولد لا يعرفوا عني ولا يسمعوا عني قبل كده، بيكونفرتوا بيخشوا جوه البايب لاين. ماشي. وبشوف برضو لبس في الماركت في مقارنة الكولد ليد مع الورم ليد اللي بيجي من الريفيرالز او دايرة العلاقات او. فلاقي ناس كتير قوي تقول لي ايهاب انا من الناس اللي بيجوا لي ريفيرالز او بيجوا لي من دايرة علاقاتي بقدر اكلوز، اقفل منهم ديلز اسرع. واللي بيجوا لي من الاعلانات او بيجوا لي من الكولد ايميل او بيجوا لي من الكولد كول بيبقى صعب ان انا اقفل معاهم. طبيعي، لان آم، في ال في ال في ال في الليد اللي جالي ريفيرد او جالي من عن طريق حد، نص البيعه تمت من الشخص اللي وصله بيك. ف مثلا احنا عايزين شركه بتعمل تريننج، فهنرشح ايهاب ليكم. واحنا جربناهم قبل كده، هم ناس كويسين و فخلاص في تراست حاصل وفي كونتكست يخليني واثق ان انا وانا بتعامل معاك ان خلاص انت متجرب، واللي قبلك قال ان انتوا ناس كويسه. الكولد بيبقى محتاج مجهود اكبر ان انا احلي البضاعه في عينيه، ان انا اكسب ثقته، ان انا اعمل فولو اب معاه، اعمل له النيرتشرنج المطلوب عشان خاطر ادخله جوه البايب لاين عندي. فالاوفر هو اهم حاجه انا بشوف
اصحاب شركات كتير، فاوندرز وناس بتشتغل في الماركتنج والسيلز، بتشتغل باوفر مش آه، جذاب بشكل كافي ان هو يخش يدخل الليد جوه البايب لاين. تمام. فانصح بشده ان انتوا تقروا كتاب اليكس هرموزي اللي هو 100 مليون دولار اوفر. و وتستخدموا الفريم وركس بتاعه اليكس هرموزي في بناء الاوفر بتاعك. هو حاطط ليها شويه فريم وركس. هتكلم على اجزاء صغيره منها، ولكن الوقت ما يسمحش ان احنا نجو ديب في شرح الاوفر، ولكن اهتموا جدا بالاوفر. طيب ايه الاوفر اللي ممكن يبقى شكله سيء، وازاي اقدر اخليه اوفر جذاب؟ الاوفر السيء هو الاوفر اللي ما بيبينش فاليو، ما بيبينش قيمه للبروسبكت اللي انت بتتكلم معاه. اكزامبل، خلينا ادي امثله. لو انا شركه سوفت وير، والرساله التسويقيه بتاعتي او رساله السيلز بتاعتي بتقول ان احنا بنبني كاستم سوفت وير سولوشنز، احنا بنبني حلول تقنيه لاي حد، يعني من غير ما اوضح قطاع معين انا مهتم بيه او بستهدفه. انا فاتح الباب على البحري ان اي عميل يقدر اقدر اساعده. تمام. الاوفر الافضل لو انا هعيد صياغه ده خصوصا في الماركتنج ناريتيفز بتاعتي، هو ان انا اكسر الماركتس اللي انا عايز استهدفها لاوفرز صغيره. فاقول ان انا مثلا، انا بدي مثالها، ان انا اختار قطاع الريل استيت، فاقول ان احنا بنساعد الريل استيت بزنس في مصر، فانا محدد النيش اللي انا عايز استهدفه، فمختار قطاع الريل استيت، وخصوصا اللي في مصر، ان هو يبني بروبرتي مانجمنت سوفت وير. تمام. يحسن من تجربه العملاء بتوعه. that improves الكاستمر اكسبيرينس. فلو انا وضحت باكتر ان انا متخصص في خدمه قطاع الريل استيت، ان هو يبني بروبرتي مانجمنت سولوشن، لما اروح لحد من الريل استيت، الاوفر بتاعي في عينيه هيبان فاليبل اكتر. تمام. هل ده معناه يا ايهاب ان انت بتقول لي هنا ان انت اقفل الباب قصاد اي حد تاني مش في مجال الريل استيت؟ لا، بس انت مهم ان انت تبقى عامل اوفر ليه استهداف واضح. بشوف شركات كتير ناجحه في مصر او حتى في المنطقه بتبقى عندها تخصصات معينه في مصر. في الايك في السوفت وير ديفلوبمنت، في شركه اسمها روبوستا، هي معروف عنها ان هي متخصصه في الاي كوميرس. تمام. فمهم جدا ان انا اكون مختار نيش، والنيش ده يكون نيش اولا ماركت كبير، ماركت بيكبر كمان، ماركت قادر ان انا اوصل للديتا اللي فيها، ماركت عنده قدرة جيدة للدفع، عنده قدرة جيدة على الشراء. فاختياري للسوق مهم جدا، وجزء لا يتجزأ من بناء الاوفر بتاعي. على سبيل المثال اسكالا، في بدايات الشركة لما أنا كنت لسه بجرب وبشوف، أنا كنت فاتح الباب على البحري لأي حد بيشتغل بي تو بي إن هو يشتغل معانا. مع مرور الوقت بدأنا نشوف إن في نوع معين من الشركات البين عنده عالي جدا، مش عارف يجنريت ليدز بكم كبير، وعنده قدرة جيدة على الدفع، والماركت ده بيكبر. زي مثلا قطاع الفinTech، الفاينانشال تكنولوجيز. فركزنا مع القطاع ده، زي قطاع الاتش ار تك، الساس اللي هم بيبنوا اتش ار برودكتس وبيحاولوا يبيعوها، زي الاي ار بي سولوشنز. القطاعات دي قطاعات التيكت سايز فيها الديل برقم كبير. واحد اتنين، البين جامد جدا هنا، الليد جنريشن صعب وغالي ومكلف. فاخترنا خلاص احنا هنركز جدا مع قطاع التكنولوجي، هنركز جدا مع الساس، هنركز جدا مع البي تو بي اللي فيهم، خصوصا قطاع الفinTech وقطاع الاتش ار تك. دول القطاعين اللي احنا مركزين فيهم. هل ده معناه ان لو جالنا حد من بره القطاع ده مش هنشتغل معاه؟ لا، بس احنا مركزين جهود السيلز والماركتنج بتاعنا هنا. تمام. اتمنى ان انا وضحت ايه المقصود بان انا ابني اوفر جيد. لو الموضوع مش واضح، ممكن تبعتوا لي على لينكدين وابعت لكم كتاب أليكس هرموزي يوضح اكتر ازاي تقدر تبني اوفر جيد. الدرس التاني او lesson نمبر 2، كتابتي للاوفر. خلاص انا حطيت شكل الاوفر بتاعي، قلت ان انا هستهدف الاي كوميرس او هستهدف الريل استيت او هستهدف الفinTech
او هستهدف الاتش ار تك. خلاص انا حطيت تصور لمين الماركت اللي انا هستهدفه، وايه كمان ايه كمان البروميس اللي انا هوعده بيهم. فمثلا في الحاله بتاعت اسكالا انا بوعد بان انا ابني لك اوتوميشن يخليك تجنريت ليدز بشكل اسرع، بشكل ارخص، وهكذا. آن الأوان إن أنا أشوف إزاي أقدر أكتب سردية أو ناراتيف بيعبر عن الأوفر بتاعك بشكل كويس. خلاص. وهنا أنا مش هدعي إن أنا كاتب جيد، أنا كوبي رايتر مبتدئ أو على قدي. ولكن اللي نفعني هو إن أنا لقيت فريم وركس كل مرة بستخدمها ما بتخيبش ظني، دايما دايما بتجيب. خلاص. فده اللي انا هشاركه معاكم دلوقتي. الفريم ورك ده هو مكون من 5 عناصر للايميل. الايميل هو الشانل المفضله بالنسبه لي، بس هشرح لكم الاستراتيجي بتاعت الكتابه تقدر تطبق نفس الاستراتيجيه دي، سواء بتبعت لحد على اللينكدين او سواء بتبعت لحد على الواتساب، او حتى لو انت بتتواصل مع حد بمكالمه تليفون. الاستراكشر بتاع الكلام لو دار بالاجزاء دي هيفرق معاك جدا في اولا اهتمام الشخص التاني باللي انت بتقوله، وكمان ان هو يتحرك في البايب لاين بتاعك من خطوه للي بعدها. تمام. فاول جزء هو السبجكت لاين، العنوان بتاع الرساله بتاعي. فلو في الايميل انا دايما بحب ان السبجكت لاين يبقى اول حاجه لازم يبقى قصير، ما يزيدش عن 3 أو 4 كلمات. لو زاد عن كده يعني بيبقى تقيل على العين ان هي تقراها. فحاول دايما تخلي القرايه للشخص سهله. ده واحد. اتنين، اسأل نفسك السبجكت لاين اللي انا كاتبه ده لو حد سيلز او ماركتنج بعت رساله هيبعتها بالطريقه دي؟ لو عيد كتابتها. المقصد ايه؟ انا في السبجكت لاين اوقات بكتب الكلام كله لور كيس، يعني من غير بولشنج، من غير ما انا اخد بالي من الجرامر يعني مش بقول اكتب كلام غلط، بس بكتبه بطريقه تخلي الشخص اللي انا ببعت له يفكر هو الميل ده جاي من زميل، ولا جاي من حد يعرفني، ولا جاي من كلاينت. انا عايزه يبعد تماما من فكره ان الحد اللي بيبعت لي ده حد سيلز. انا الهدف من السبجكت لاين هو ان الشخص يفتح الرساله. ده الهدف من السبجكت لاين. فلازم اكتب كلمات مفتاحيه او كي ووردز تهم الشخص، لازم احط فيها حاجات تجذب انتباهه، لازم احط حاجات سهله ان هو يقراها، لازم احط حاجات عكس اللي السيلز والماركتنج بيعملوه. طب ايه اللي السيلز والماركتنج بيعملوه؟ دايما بيطلبوا ميتنج. فبيطلب ميتنج او بيقول له باي 1 جيت 1، او بيحط له بروموشن او اوفر او ساين اب توداي او حاجات شبه كده تخليه عارف ان الرساله دي رساله ماركتنج او سيلز. انا عايز ابعد عن هنا، انا عايز اوريه ان انا بكونفرزيت معاه او بتواصل معاه هيومن تو هيومن، بني ادم لبني ادم يعني. اوكي. آه ماشي. آه بصي، مش عارف ازاي اعملها فول سكرين يا ساره، فاعذريني انا اسف. تاني حاجة أو تاني جزء في الكوبي رايتنج، وهو اللاين الأولاني في الرسالة. حلو. كده كده السبجكت لاين ده مش هيبقى موجود في الواتساب أو مش هيبقى موجود في رسالتي في اللينكدين. ولكن الجزء ده برضو جزء مهم جدا، وكده كده هستخدمه في أي مراسلة أنا بعملها. وأنا ببقى شايف إن ده عليه عامل كبير قوي إن يخلي الشخص يكمل قراية الرسالة. فاللاين الاولاني من الايميل او من الرساله اللي انت بتبعتها ده لاين مهم يخلي الشخص يكمل القرايه. فاللاين الاولاني لو انا قلت فيه I hope this email finds well او اي كلام بتوع السيلز والماركتنج دايما بيستعملوه، انا محتاج ابعد عنه. حلو. مفيش غلط لغوي في ان انا اقول I hope this email finds well، بس في غلط ان انا استخدم نفس الكلمات او نفس الجمل اللي بيعاد استخدامها في كل المراسلات. فمش هستخدمها. هعمل ايه؟ هكتب في اللاين الاولاني زي يعني اوصفها زي هوك، حاجه تشد انتباه الشخص ان هو يقرا. طيب هعملها ازاي دي يا ايهاب؟ هتكلم عنه، هتكلم عن مشكله هو ممكن يكون بيواجهها، هتكلم عن حاجه انا خدت بالي منها عنده، سواء في البروفايل او في الشركه.
هدي شويه اكزامبلز لايه اللي انا ممكن ابدا بيه الايميل. ممكن اقول له ان انا كنت يعني انا كنت بدور على الشخص المسؤول عن الاتش ار، ولقيت البروفايل بتاعك على لينكدين، وبناء عليه قررت التواصل معاك. لما اوري الشخص ان انا عملت بحث وبتواصل معاه بشكل مباشر بصفته ان هو الشخص المسؤول عن الاتش ار، هيبتدي يهتم. حلو. مش بالضروره ده يحصل في كل الاحوال، عشان كده احنا بنجرب حاجات كتير. ممكن اتكلم على بوست هو كتبه على اللينكدين مؤخرا، او نزله على البروفايل بتاعه، وانا اقول له انا قريت البوست بتاعك وعجبتني الجزئيه دي، او بتفق مع الجزئيه دي، او بختلف مع الجزئيه دي، ولما شفت البوست خدني على البروفايل بتاعك وقررت ان انا اتواصل معاك. لو هم شركه خدوا انفستمنت، فهقول له congratulations على الانفستمنت فاندنج اللي انتوا خدتوه. لو شخص لسه مترقي، فهتكلم معاه في ان هو هتكلم معاه في ان هو congratulations على الجوب تايتل الجديد بتاعك and so on. فخلي في حسبانك ان اللاين الاولاني اتكلم عليه هو اكتر ما اتكلم على نفسي. المقدمة الكلاسيكية I am إيهاب درويش from إسكالا، واحنا شركة رائدة في مجالنا، وانا تنين مجنح بطلع نار من بوقي. لو انا بدأت الرسالة بتاعتي دايما بان انا اتكلم عن نفسي، الاهتمام بيقل. فاتكلم دايما عنه، او ابدأ بالكلام عنه وعن شركته وعن المشاكل اللي ممكن يكون بيواجهها. تالت حاجة او تالت جزء هو الفاليو بروبوزيشن. ايه اللي انت بتحله، او ايه اللي انت بتساعد في تحقيقه، ايه الريزلت اللي انت بتحاول تساعد العملاء بتوعك ان هم يوصلوا له. واللاين بتاع الفاليو بروبوزيشن انا بحب اسميه زي الاليفيتور بيتش كده. الناس اللي اشتغلت في مجال ريادة الاعمال عارف ان في حاجة اسمها اليفيتور بيتش، اللي هو لما انت بتروح للمستثمر وتوصف له الشركة بتاعتك بتعمل ايه في الاليفيتور، ان هو انا بروح لرجل الاعمال فبقابله مسافة ما بنطلع الاسانسير. بقول له الشركه بتاعتي بتعمل ايه عشان اشد انتباهه بس علينا، ويفكر ان هو ينفست معانا او لا. فيعني خليني اعيد شرح الحته دي تاني عشان ما شرحتهاش كويس. تخيل معايا كده ان انا رحت لحد من شارك تانكس عايزه يستثمر في الشركه عندي. غالبا الراجل ده ما بيبقاش فاضي يعني، والمجال الوحيد اللي اقدر اقابله فيه هو مسافه ان هو طالع المكتب بتاعه في الاسانسير. فسموها اليفيتور بيتش عشان انا ممكن اركب مع الاسانسير ومن الدور الاول للرابع اشرح له بسرعه احنا بنعمل ايه. فانا عايز اعمل ده في المسج بتاعتي، ان انا اوصف بجمله واحده احنا بنساعد مين في حل مشكله ايه. تمام. ب بايه الفاليو بروبوزيشن، ايه المختلف عندنا. خليني حدي اكزامبل في السلايد الجاي. بس الفريم ورك بتاع اللاين ده ممكن تلخصه بالفريم ورك ده، ان احنا بنساعد نيتش. فمثلا احنا بنساعد مجال الريل استيت، او اللي شغالين في مجال الريل استيت اتشيف دريم اوتكم. ايه النتيجه النهائيه اللي هو هيوصل له؟ ان هو مثلا يزود عدد الليدز اللي هم بيجيبوها من غير ريسك، من غير ما يدفع كتير في الادز. ده الوصف بتاعي بس. مش محتاج اقول له كل السيرفيسز اللي انا بعملها. ودي غلطه بشوف ناس كتير بتعملها، ان هو شركه اي ار بي سولوشنز يشرح له كل الفيتشرز بتاعت الاي ار بي، او شركه تريننج يقول له كل التريننجز اللي احنا بنقدمها. ف فانا مش مع فكره ان انا اشرح كل حاجه احنا بنعملها. انا عايز اشرح بس ايه النتيجه النهائيه اللي انا بساعد في ان انا أو اوصلها للناس، او ايه المشكله اللي انا بساعد على حلها. تمام. ودايما اي بيزنس بيحل المشاكل بشكل ارخص، فبوفر فلوس، او بساعده ان هو يعمل فلوس، او بساعده ان هو يوفر وقت، او بسهلها عليه حاجه يعني السولوشنز دايما بتكون بتدور حوالين الاربع خمس حاجات دول. رابع جزء وهو الكريديبيليتي. مين اللوجوز اللي انتوا اشتغلتوا معاهم؟ مين الاسامي اللي انت اشتغلت معاهم في المجال بتاعي؟ فمثلا لو انا ببعت ايميل لحد في الفينتك، هقول له احنا في اسكالا اشتغلنا مع فوري، اشتغلنا مع دو باي، اشتغلنا مع سوايبكس، اشتغلنا مع تشيك اوت، اشتغلنا مع. فهدي له كل الاسامي الجامده اللي احنا اشتغلنا معاها، فيدي احساس بالثقه ان انتوا اشتغلتوا مع اسامي جامده، فغالبا انتوا على قدر جيد من الثقه. طب ماذا لو انا ما ينفعش اقول الاسامي؟ لان في اوقات
ناس انا بشتغل معاها يقول لي لا انا ما ينفعش اقول اسامي. قول توتال ارقام انا ممكن عملتها. انا بعت 8 مليون رساله ل 300 عميل احنا اشتغلنا معاهم. افريج الارقام اللي العملاء بتوعي بيوصلوها and so on. بس مهم جدا ان انا احط حاجه تقول ان انا جدير بالثقه. اخر جزء في المسج وهي الكول تو اكشن. انت يلي باعت لي عايز مني ايه؟ او عايز مني انا اخد اكشن ايه؟ حلو. وهنا مهم جدا ان انا اكون فاهم ان احنا عندنا two types of call to action. حلو. النوع الاولاني high friction، والنوع التاني low friction. high friction هو ان انا اقول له يلا ميتنج، من اول رساله، من اول مكالمه، من اول رساله واتساب. احنا شركه رائده في مجالنا، احنا جامدين جدا مفيش زينا. وقتك يسمح بان احنا نعمل ديمو. اوكي. والناس النهارده بقت مشغوله ما عندهاش وقت، بيجي لها من الرسائل اللي انت بتبعتها كتير بيطلبوا ديمو وميتنج. حلو. العكس ايه؟ حاجه لو فريكشن. ماشي، مش طالب منك كتير. لو انت مهتم قول لي ابعت لك فيديو يشرح السيرفيس بتاعتنا بتتم ازاي. قول لي لو انت مهتم. انا عملت ليست من عملاء محتملين ممكن يكونوا مهتمين بالمنتج بتاعك سامبل. لو مهتم قول لي ابعتها لك and so on. فبأوفر عليه ما يطلق عليه في الماركتينج ليد ماجنت، حاجه بتخلي الشخص بس يرد يرفع ايديه يقول لي ان انا ممكن يبقى عندي المشكله، او ممكن يبقى عندي اهتمام لشراء المنتج بتاعك. فهنا بطرح اسئله، باوفر حاجات فور فري، باوفر حاجات ليها آه، آه، باوفر حاجات، بعرض حاجات ممكن تبقى ذات قيمه ليهم. على سبيل المثال الويبينار اللي احنا عاملينه ده يعتبر ليد ماجنت. لو في ناس متابعيني على اللينكدين هتلاقي في البوستات السابقه ان انا بعمل مثلا محتوى بيشرح شويه احنا بنعمل ايه، فلما الناس تستفاد منه بتخش في الفانل عندنا. فحط في اعتبارك بس ان انا كل ما بطلب حاجه تقيله على البروسبكت كل ما كان ده بيصعب ان هو يرد عليا. تالت ليسون او تالت درس. اه لا، قبل ما اروح للليسون التالت تعالوا نشوف مثال لرساله انا ممكن اكتبها لاسكال عندي باستخدام نفس الفريم ورك ده وبيشتغل. يعني احنا هنا دي دايما ما بتخيبش ظننا يعني. حلو. السبجكت لاين او عنوان الرساله كواليفايد ليدز، وحاطط اسم الشركه على اعتبار ان انا هتواصل مع حد من شركه اكسا بتاعت الانشورنس. حلو. زي ما انتم شايفين هنا ما حطيتش الحرف الاولاني upper case، انا حطيته lower case علشان ما يحسش ان هي ماركتنج، فانا بحاول اخليها مبعوثه كانها من شخص هو يعرفه. الانترو لاين او اللاين الاولاني اللي هو بقول له since you are the sales director، يعني بوريه ان انا عارف ان انت السيلز دايركتور او مدير اداره المبيعات في شركه اكسا، وده السبب ان انا بتواصل بيه عشانه. السؤال are you happy with the volume and quality of leads your team get every month. فبسأله سؤال هل انت راضي عن كم الليدز والكواليتي بتاعتها اللي بتيجي للتيم بتاعك كل شهر. فسؤال بيفتح باب نقاش. وبعدين بشرح الفاليو بروبوزيشن بتاعنا. سبب التواصل هو ان احنا بنساعد شركات الانشورنس، فهنا موضح القطاع اللي انا بس بخدمه هو قطاع الانشورنس، ان هو يولد كواليفايد ليدز ماتشنج الاي سي بي بتاعهم. حلو. في لاين بسيط جدا. خلاص. من غير ما اشرح كل حاجه احنا عملناها، انا بشرح انا ايه النتيجه اللي بساعد العملاء بتوعي ان هم يوصلوها. رابع جزء الكريديبيليتي. هنا بدي مثال ان احنا ساعدنا شركه زي اكسون ان هو يجيب 20 ديمو الشهر اللي فات، واحنا حابين ان احنا نساعدكم انتوا كمان. وحاطط هنا كول تو اكشن worth a chat. يعني تستاهل ان احنا نتكلم. فده بالملخص يعني احنا ممكن نكتب ايميل للايدل كاستمر او للعميل المثالي اللي احنا بنستهدفه باستخدام الفريم وركس دي ازاي. يمكن انا كتبت هنا worth a chat فطالب منه مكالمة. يمكن ده عكس اللي انا قلته هنا ان هي تبقى الفريكشن بتاعها قليل، ولكن اعتقد ان انا وضحت المقصد يعني.
اوقات السؤال ده بيجيب، فانا قلت استخدمه. تمام. طيب، تالت ليسون او تالت درس هو الديستريبيوشن، التوزيع. حلو. هنا بيجي دور اللي ما يطلق عليه المالتي شانل، اللي انا محتاج استخدم اكتر من قناة للتواصل. ممكن باستخدام الايميل، ممكن باستخدام اللينكدين، ممكن باستخدام مكالمة تليفون، ممكن باستخدام الواتساب. انا عندي 4 قنوات احنا في التيم عندنا بيستخدموها ان احنا نتواصل مع الليدز. تمام. فبعمل ايه؟ خطوه رقم واحد ببعت ايميل، خطوه رقم اتنين لو ما ردش عليا ببعت له كونكشن على اللينكدين، خطوه رقم ثلاثه ببعت له فولو اب ايميل لو ما ردش عليا على اللينكدين، خطوه رقم اربعه ببعت له فولو اب ايميل، خطوه رقم خمسه بتصل بيه، خطوه رقم سبعه، وهكذا بفضل مكمل لحد ما هو يرد عليا، يا اما يقول لي اه مهتم، او يقول لي لا مش مهتم. حلو. وبرضه عشان في ناس كتير قوي بتقول ان الطريقه دي ممكن تنفر الشخص مني. هي هتنفر الشخص مني امتى؟ لو انا ما بسيبش مسافه ومساحه للليد ان هو يقرا رساله ويرد. اللي هينفره منك ان انا اعمل ال7 خطوات دول في يوم او يومين ورا بعض. ولكن لو انا سبت مسافه ما بين الايميل الاولاني يومين ثلاثه، وبعد كده كونكشن على لينكدين يومين ثلاثه، مكالمه تليفون، وهكذا، الموضوع مش هيكون منفر. ده واحد. اتنين، اللي ينفر اكتر هو ان انا اكون بكلم حد وببعت له ايميل او بتصل بيه والعرض بتاعي ملوش علاقه باللي هو بيعمله خالص. زي ان انا مثلا اكون ببيع انشورنس، ميديكال انشورنس، واكلم حد في الاي تي او في التكنولوجي، هو ملوش علاقه بالموضوع. فالموضوع هنا بيبقى سبام. اللي انا بتكلم عليه هنا لا، ان انا اكون عامل الريسيرش بتاعي كويس، والليست اللي انا بستخدمها تكون آه، ليها علاقه بالليد اللي انا ببعت له. فهنا جدا مهمه. وهتكلم على ايه الشانلز اللي احنا ايه التولز او ايه الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها لعمليه المالتي شانل. طيب، رابع ليسون وهو الداتا. ازاي اقدر اجيب معلومات. اوكي، ماشي. انا شايف في اسئله كتير في الشات، هرجع لها في الاخر. طيب، آه ازاي اقدر اجيب داتا تركب على الاوفر بتاعي، ولما اكتب سرديه او ناراتيف، الداتا تكون راكبه على السرديه دي. تمام. اغلب الناس اللي انا بشوفها بتشتغل بتستخدم ادوات زي لينكدين، زي ابولو، زي لوشا، زي سيجنال هاير. حاجه بس حابب اقولها، بس بما ان عندنا 134 واحد لوشا اسرائيلي، انا مقاطعه وما شجعش حد ان هو يستخدمه، على الرغم ان هو من الادوات الجامده، ولكن ليه بدايل وهتكلم عليها. بس يعني ايه، انا حبيت انوه على الموضوع ده. طيب، انا عندي نوعين من الداتا، وبشوف 99% من السوق بيستخدم النوع الاولاني من الداتا اللي هو ستاتيك داتا، مبنيه بس على اساس الجوب تايتل بتاع الشخص او الاندستري بتاعته بس. فانا بستهدف اي اتش ار مانجر شغال في قطاع الريل استيت. تمام. فده ستاتيك، يعني ده يعني معلومه عن الليد ما بتتغيرش بشكل دوري، او بشكل يخليه متحرك. يعني ده المقصود بالدايناميك. الدايناميك هشرحها لكم دلوقتي. الدايناميك هو آم، حاجه اتغيرت عند الليد، فبناء عليه بيديني مؤشر او بيديني علامه ان في احتياج للمنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي هنا. مثلا الشركه خدت انفستمنت، خدت استثمار. تمام. الانفستمنت ده مش حاجه بتحصل كل يوم، دي حاجه بتحصل ممكن مره مرتين ثلاثه في عمر الشركه. فلما ابعت رساله بناء على ان انا شفت السيجنال دي او العلامه دي، الرساله بيبقى ليها كونتكست او بيبقى ليها مضمون. ان الشخص يكون اترقى، دي برضو معلومة مش بتتكرر كتير. يعني لو انا بعت لحد تهانينا على الترقية، هو الشخص ما بيترقاش كل يوم. فلما بعت له تهاني على الترقية في خلال الشهر اللي هو اترقى فيه، فالرسالة بيبقى ليها كونتكست. اكزامبل تاني، لو انا بكلم حد في الاتش ار
لو رحت للشركات اللي حصل فيها معدل نمو في اخر ربع من السنه بنسبه 50%، فانا هروح لبتاع الاتش ار اقول له ان انا شفت على لينكدين ان انتوا حصل معدلات نمو كبيره جدا، وبناء عليه عندي تصور ان انتوا ممكن يبقى عندكم مشاكل في السيستمز بتاعت الاتش ار، وحابب اعرض عليكم سيستم جديد يناسب المرحله الجديده اللي انتوا فيها. ده المقصود بالدايناميك كونتنت. ناس كتير ما بتبقاش عارفه ان السيجنالز دي او العلامات دي موجوده بشكل عام بابليكلي، موجوده في السوق، نقدر نتحصل عليها ونجيبها. تمام. استخدام السيجنالز والتريجرز اللي انا زي اللي انا اتكلمت عليها بتزود فرص الردود بنسبه 25%. فكل ما اقدر استخدم منها اكتر، كل ما ده هيحسن من نسبه الردود اللي بتجيلك في الايميلز او المسجز اللي انت بتبعتها. طيب، هتكلم شوية على أمثلة، وده الكريمة أو الزتونة بتاعة السيشن النهاردة. فال 138 واحد اللي حاضرين معانا، لو أنت بتعمل أي حاجة جنب إن أنت تتفرج على السيشن، ده الوقت اللي حابب إن أنت تركز معايا جدا في السلايد دي أو في الخمسة خمس أفكار دول، علشان آه، يعني هتعجبكم. تمام. ماشي، مية مية مية. طيب، أول فكرة اقدر اجيب بيها دايناميك داتا باستخدام لينكدين، هو ان انا اقدر اسحب بيانات فولورز لكومبيتيتور عندي. تمام. فخلينا ندي مثال. الكومبيتيتور ده ممكن يكون شركه، اقدر اسحب من الفولورز بتاعت الشركه دي، واقدر كمان اسحب من الفولورز بتاع شخص. ماشي، فتعالوا نبص كده اكزامبل. انا هقفل الشير وشير السكرين كلها. طيب، خلينا ناخد مثال. لو انا آم، وده بوست انا نزلته من شهر او اتنين. خلينا نقول محمد ابو النجا نجاتي، ما اعرفش لو انتوا عارفينه ولا لا، اكتبوا في الشات لو تعرفوه. بس لو خلينا نقول ان نجاتي الفولورز بتوعه محمد نجاتي اهو. خلينا نقول ان محمد آه الناس اللي مهتمة بالاستثمار او ريادة الاعمال بيتابعوه، فهنا عنده 389 الف فولور. تمام. لو انا عايز اسحب من الفولورز دول واحطهم في عمليه الماركتنج بتاعي او عمليه السيلز بتاعتي، اقدر اعمل ده، والموضوع مش محتاج ادوات معقده يعني. اقدر اشوفها بشكل عام بابليك. لو انا رحت هنا هتلاقي هنا اول فلترز، كل ده في اللينكدين المجاني يا جماعه، انا مش بستخدم حاجه ب- يعني او سر حربي يعني. آه... فولوور. صدقوا شالوها، لسه متغيرة. تعالوا نجربها تاني. هي دي الكسوف. طيب، كان لحد امبارح لحين ما احنا كنا بنعمل ده، كان هنا بيبقى مكتوب following creator، فتقدر تحط اسم الكرييتر هنا. بس دي اتشالت. حلو. anyways، خلينا ناخد اكزامبل تاني. نقول مثلا اسكالا. خلينا نقول ان اسكالا هو الكومبيتيتور مثلا بتاعي. اقدر اشوف الفولورز بتوعي هنا، في 2000 فولور لاسكالا. بستخدم تول زي فانتوم باستر، دي اداه مدفوعه، تقدر تجربوا تقدروا الفري بلان بتاعتها. وتقدر تسحب من الفولورز لشركه بعينها. فهنا في 1900 1700 فولور تقدر تسحبهم. حلو. اكزامبل تاني او مثال اخر، اقدر اسحب بيانات من ايفنت او جروب على اللينكدين. فخلينا ندي مثال
انا عارف ان في ناس كتير مثلا في السعوديه بتحضر ايفنت زي ليب، او الاسبوع اللي فات الناس اللي حضرت ايفنت زي رايز اب. ماشي. فلو انا بصيت هلاقي ان رايز اب عامل رايز اب صامت، عامل ايفنت، بيعمل ايفنت على اللينكدين. الناس اللي بتحضر فيه بتبقى باينه للعموم يعني. نعمل كده. طب خلينا نجرب ليب 2025. فبروح للبيج اللي ليب عاملها كايفنت، يعني بفلتر الايفنت. هو في إيه يا جماعه؟ ليه بس كده؟ ماشي، يعني خلينا نقول ان هو ده ليب. انا مش لاقي الايفنت. فخلينا نقول ان ده الايفنت اللي انا عايز استهدفه. ولو انا عملت اتند هنا، بيبقى عندي قدرة ان انا اشوف الناس اللي اوريدي عاملة اتند. فانا عندي 136 شخص قايل ان هو هيحضر رايز اب، او قايل ان هو هيحضر ليب. اقدر اسحب البيانات بتاعتهم باستخدام برضو التول اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي اسمها فانتوم باستر. هتلاقوا هنا في السولوشنز، هتلاقي في حاجة اسمها ايفنت سكريبر، لينكدين ايفنت جاست اكسبورت. فانت تقدر تسحب حسابات الناس اللي كاتبه ان هي هتحضر الايفنت بتاع رايز اب او ليب او ايا كان. تمام. نفس الشيء اقدر اعمله لو انا بدور على جروب. يعني مثلا لو قلت هنا انا متاكد ان رايز اب عامل جروب على اللينكدين. خلينا نشوف. لو قلت هنا جروبس صمت. الحمد لله. هنا رايز اب صامت 2009 كوميونتي، ففيها ممبرز حاضرين. تعالوا نجرب. طب ليب، انا فاكر برضو ان ليب 2025 كان ليها جروب. آه خلينا نقول ده ناس واضح ان هي حضرت او ناويه او كانت حاضره ليب 2025. لو انا عملت جوين للجروب ده، بقدر اشوف ال 111 ممبر اللي جوه الجروب ده، واسحب بياناتهم باستخدام فانتوم باستر، وابعت لهم اقول لهم ان انا حضرت الايفنت، او انا هحضر الايفنت وحابب ان انا اتواصل معاك او اقابلك هناك، او ما الى ذلك. تمام. آم، تالت استراتيجية ممكن برضو نتكلم عليها، بس دي هتحتاج فيها لينكد ان المدفوع. ان انا ممكن اسحب بيانات من كومبيتيتور ليا. تمام. فتعالى اوريكم برضو دي اقدر اشوفها ازاي. لو الكومبيتيتور الشخص ده، لو مثلا هو نجاتي، عايز اشوف الكونكشنز بتوعه مش الفولورز بقى. في الحالة دي بروح لسيلز نافيجيتور، وبروح لليدز، وبختار كونكشنز اوف، وبحط اسم الكومبيتيتور بتاعي. تمام. فخلينا نقول مثلا الكومبيتيتور بتاعي هي انجي هشام. ماشي. ازيك يا انجي؟ لا مؤاخذه، معلش. فاقدر اشوف الكونكشنز بتاعت انجي. انجي دي معايا في التيم يا جماعه. فتمام. فاقدر اشوف الكونكشنز بتاعت انجي، وفلتر بالتايتلز بتوعهم. فلو انا عايز من الكونكشنز بتاعت الكومبيتيتور بتاعي اللي شغال اتش ار، او شغال في اداره معينه، اقدر الاقيها هنا، واسحب الداتا باستخدام برضو فانتوم باستر، وابدا اتواصل مع الليدز دي. تمام. آه رابع فكره ممكن اعملها برضو. الافكار كتير، بس انا هتكلم على 5 افكار بس. رابع فكره هو ان انا فرضا انا شركه ماركتينج، انا ببيع سوشيال ميديا ادز. تمام. فانا بدور على شركات بتعمل اعلانات، او مهتمه ان هي تعمل اعلانات، او اوريدي بتعمل اعلانات والاعلانات ما بتجيبش. تمام. فخلينا نقول ان انا ميتا ادز لايبرري. خليني اقول لكم مثال. في اوبشن جوه فيسبوك تقدر تشوف منه الناس اللي بتعمل اعلانات على المنصه.
تمام، على منصة ميتا. خلاص. فبقدر بفلتر بالبلد، اقدر افلتر بالكيورد اللي انا عايزها. فمثلا انا بدي كورس ليه علاقة بتطوير الاعمال. طيب انا هكتب هنا تطوير اعمال، عايز اشوف مين اللي عامل كورسات او بيتكلم على المجال ده. فهلاقي هنا في شركات كتير عاملة اعلانات عن تطوير الاعمال. حلو، كل دول بيدفعوا اعلانات ممولة تحت توبيك تطوير الاعمال. اقدر اسحب كل البيانات دي باستخدام تول اسمها ابي فاي برضو. دي تول شبه فانتوم باستر. تمام. اقدر اسحب اسامي الشركات اللي عامله اعلان تحت كلمه مفتاحيه معينه هنا. فانا هكتب هنا ادز، هنا في فيسبوك ادز لايبرري سكريبر. هديله اللينك بتاع البحث بتاعي واقول له اسحب لي البيانات دي. هيبقى معايا اكسل شيت فيها اسامي الشركات اللي عاملين اعلان تحت الكلمه المفتاحيه دي في الدوله دي. بعد كده اروح على لينكدين اجيب بيانات صناع قرار هناك، واقول لهم ان انا شفت الاعلان بتاعكم عن تطوير الاعمال، انا شركه بتساعد في واحد اتنين تلاته. تمام. خامس فكرة، ودي انا بعملها بشكل مستمر، انا ما اعرفش بس انا متأكد ان فيكم حد جاله مسج مني او من التيم بس بسبب ان هو عمل لايك او كومنت على بوست احنا عاملينه على الصفحة بتاعتي على اللينكدين. فمثلا دي أهمية الليد ماجنتس. بالمناسبة يا جماعة، اللي مش عامل لي فولو مش عامل لي كونكت ده وقته. بكتب محتوى ليه علاقة بالليد جنريشن والبي تو بي جو تو ماركت. وهتتبسط يعني لو تابعت المحتوى عندي. طيب تعالوا اوريكم مثال لبوست. لو انت بتكتب محتوى، تمام، والمحتوى ده بيجيب ناس بتحط كومنت عندك. فمثلا خلينا نقول البوست اللي انتوا جيتوا منه عشان تسجلوا. انا كتبت هنا بوست وفي 33 واحد عمل كومنت وفي 8 عملوا شير. لو انا يهمني الناس اللي عملوا كومنت دول اتواصل معاهم عشان ابيع لهم حاجه، باخد لينك البوست ده وبروح لفانتوم باستر برضو وبقول له اسحب لي بيانات الناس اللي عملوا كومنت على البوست ده، حطهم لي في اكسل شيت. وبقول للتيم بتاعي ان هو يبدا يجيب الايميلات وارقام تليفونات الناس دي ونبدا نتواصل معاهم. ما اعرفش مين منكم حصل له كده، بس حابب اعرف من الناس اللي حاضره لو في حد حصل معاه كده. اقدر اعمل ده. خلي بالك انت تقدر تعمل ده برضو على بوستات الكومبيتيتورز بتوعك. فلو انت عندك منافس بيكتب محتوى بشكل كويس، فالناس اللي بتعمل كومنت عنده وعايز تكلمهم تقدر تسحب بياناتهم تحطهم في اكسل شيت، وبعد كده تعمل انريتش تجيب ايميلاتهم وارقام تليفوناتهم تبدا تتواصل معاهم. تمام. طيب ايه التولز اللي انا برشح لاستخدامها؟ في منها كتير او كلهم فيهم تجربه مجانيه ممكن اسبوع او اسبوعين، فانصح ان انتوا تجربوها. فللبحث على لينكدين، لينكدين سيلز نافيجيتور ممتاز لو انا عايز اجيب كونكشنز لشخص ما، فاقدر استخدمها. لو انا عايز ادور على شركات فيها معدلات نمو او شركات قادت انفستمنت او حد غير الجوب تايتل بتاعه، لينكدين سيلز نافيجيتور ممتاز في الجزء ده. فانتوم باستر وكلاي. يعني كلاي ما اتكلمتش عليه النهارده، ولكن انصح برضو ان انتوا تتابعوا كلاي، والمحتوى بتاعي برضو هتلاقوه بيتكلم على التول دي. فانتوم باستر ممتاز ان هو يساعدك في ان انت تسحب بيانات من بلاتفورمز مختلفه، منها لينكدين وسيلز نافيجيتور جوجل وانستجرام. تقدر تسحب فولورز لبروفايل من على الانستجرام. فلو انت ما بتستخدمش اللينكدين او العملاء بتوعك مش موجودين على اللينكدين موجودين على الانستجرام، تقدر تستخدمها. عندك فيسبوك، عندك تويتر، فعندك اوبشنز، عندك حلول كتير جدا تقدر تستخدمها جوه فانتوم باستر. ابولو بستخدمه عشان اجيب ايميلات وارقام تليفونات. عندك ميتا ادز لايبرري ان انت تجيب بيها بيانات الناس اللي عاملين اعلانات. عندك فانتوم باستر اوريدي قلتها. لو انت عايز تبعت ايميلز، التلاتة تولز دول انا بنصح بيهم جدا. سمارت ليد، انستنتلي ليمليست، دول اقوى تولز موجوده بتبعت ايميلات على سكيل كبير. واحنا الحمد لله يعني شركتنا هي بارتنر للتلاتة.
هتلاقوا اسمنا دارج جدا عند الثلاثه براندز دول. لو انت عايز تعمل لينكد ان كامبين تبعت كونكشن بالفولو ابس بتاعتها، انصح بهي ريتش وايم فوكس. في الكولز انا ما شو يعني لسه ما شفتش الاي اي نقدر نعمل له اوتوميشن ازاي. فشيء يعني لسه ما اعرفش الاي اي اس دي ار هيبقى موصلنا لحد فين، والواتساب بيتعمل مانوال في الاوتريتش. لو بعت لناس كتير ممكن يحصل لك بلوك. فالحته دي برضو انا مش متمرس في الاوتوميشن بتاعها. آم، سريعا الحاجات اللي انا قلتها استخدمناها مع كلاينتس زي فوري، زي بيزات، زي الكوتش وبيت وغيرهم. بس سريعا كده عشان اقول لكم على الارقام. مع فوري احنا بعتنا لفوري 11850 ايميل، جالنا 290 رد. 106 منهم كان رد ايجابي. 45 ميتنج او ديمو اتحجز. تمام، ده في خلال شهرين. حلو. وهنا انا محتاج اقف وقفه عند اي حد شغال في المراسلات او ان هو يبعت. محتاج يبقى عارف انا من كل كام ايميل بيجي لي ديمو او بيجي لي رد ايجابي، من كل كام رساله لينكدين بيجي لي رد ايجابي، من كل كام مكالمه بيجي لي ديمو. فالريشيو او النسبه والتناسب دي انا محتاج ابقى عارفها، وبناء عليه اقدر احسب حساباتي انا محتاج ابعت كام ايميل عشان يجي لي عميل مهتم او يجي لي كواليفايد ليد في البايب لاين عندي. والنسبة مش ثابتة، النسبة متغيرة من سوق للتاني، من مجال للتاني. حلو. نفس الشيء عملناه مع بيزات. 19141 ايميل، 293 ريبلاي، 53 رد ايجابي، 59 ميتنج. الكوتش 19141 ايميل، 606 ريبلايز، 161 منهم كان ايجابي، 36 ميتنج. انا مش بقول لكم نظريات، احنا استخدمنا نفس اللي احنا عملناه ده مع كذا عميل. انا عارف ان فيكم حد يقول طب ما طبيعي يا ايهاب انا لو بعت 20,000 ايميل ما طبيعي يجي لي الرد ده كله. ايوه، عشان كده ابعت كتير عشان يجي لك في البايب لاين. وهنا خلي بالك احنا في الاوتوميشن القصه مختلفه، او في الحاجات اللي هي فيها اوتوميشن بحتاج ابعت كتير، لان انا مش بكتب الرساله لكل واحد. لو انا ببعت مانوال او ببعت بشكل يدوي ايميل، المفروض نسبة الردود تزيد، ونسبة الردود الإيجابية تزيد، وعدد ونسبة الميتينجز للإيميل تبقى زايدة. فأنت عندك سكتين، يعني سكة إن أنت تعمل أوتوميشن وتبعت على سكيل كبير جدا من غير ما تضيع وقت في إن أنت تكتب رسالة رسالة. وعندك إن أنت تكتب كل رسالة بعناية ودقة وهكذا. الريبلاي ريت هيبقى عالي بس عدد الردود ممكن يبقى أقل. وهي نسبة وتناسب. شوفوا ايه الدايركشن او ايه الاتجاه الانسب ليكم. انا بكده اكون خلصت. انا يعني كنت مهتم جدا ان احنا نخلص في الوقت يعني. بس قبل ما تمشوا انا في عندي هدية حابب اسيبها لكم، وبعدين هناخد الاسئلة اللي انتوا هتطرحوها. فسريعا كده. وباي ذا واي احنا مش هنبعت الريكوردنجز، يعني لو حد مستني ان احنا نبعت الريكوردنجز، هو احنا مكتفين بالناس اللي حاضرة، وهنبعت لكم ممكن السلايدز بس. الريكوردنجز مش هنبعتها. فخليكم عشان تبقى عارفين بس إيه اللي جاي. احنا عاملين ماستر كلاس. الماستر كلاس بيلخص كل حاجة احنا اتكلمنا فيها بتفاصيلها. الماستر كلاس عبارة عن 15 ساعة مسجلة فيها كل حاجة محتاج تعرفها عشان تبني جو تو ماركت اوتوميشن استراتيجي شبه اللي انا اتكلمت عليها. وعاملين يعني ديسكاونت عليها. وسريعا خليني اقول لكم ايه اللي جوه البروجرام ده. هو مش كورس، عشان برضو للناس اللي شايفه ان هو هيبقى كورس. هو مش كورس، هو برنامج. البرنامج جواه 13 موديول، 13 درس. حلو. من اول يعني ايه اصلا جو تو ماركت انجينيرنج، وليه ده بقى مهم في 2026. ايه التولز اللي انا هستخدمها عشان اظبط الاوتريتش بتاعي. ازاي اقدر اديفاين، ازاي اقدر اختار العميل المثالي بتاعي والداتا بتاعته الاقيها فين. ازاي ابني قوائم باستخدام التولز اللي موجوده في الماركت، سواء سيلز نافيجيتور او ابولو او كلي او ما الى ذلك. ازاي ابني
انجن يقدر يخليني ابعت ايميلات ورسائل على لينكدين على نطاق كبير. ازاي اقدر اكتب الايميلز والمسجز سواء على لينكدين او الايميل او حتى واتساب بشكل محترف بالفريم وركس المختلفه. استراتيجيات احنا جربناها مع البراندز اللي احنا اتكلمنا عليها فهنتكلم عليها برضو جوه الكورس. ايه السيجنالز والتريجرز اللي احنا ممكن نستخدمها، فانا اديت 5 امثله. في امثله تانية جوه البرنامج برضو هنتكلم عليها بالتفاصيل. ازاي اقدر استخدم المالتي تشانل فما اعتمدش بس على الايميل او اللينكدين، ازاي اقدر استخدم ادوات تخليني اروح في الاتجاهين دول. 10 اسرار احنا مش بنقولهم في المحتوى اللي احنا بنطلعه، فهنتكلم فيها جوه برضو التريننج. احنا باستخدمناها مع العملاء بتوعنا. آه، الخليج، لان برضو سوق الخليج سوق مختلف، فمخصصين له موديول بيتكلم على الداتا ازاي مختلفة في السعودية. ازاي اقدر اجيبها، طرق التواصل، هل هبعت بالانجليزي، هل هبعت بالعربي، امتى ابعت بالعربي، امتى ابعت بالانجليزي، وما الى ذلك. آه، اقدر اقيس البرفورمانس بتاعي ازاي، الريبلاي ريت، البوزيتيف ريبلاي ريت، الميتنج ريت، والكي بي ايز، فاقدر احكم اذا كان انا يعني معايا كامبين ناجحه ولا لا. واخر حاجه التولز، هنتكلم على كل تول لوحدها. فهنتكلم على كلي، يمكن النهارده ما جاتش فرصه ان احنا نتكلم عليها، ولكن كلي هي اسرع او اكبر اداه النهارده في عالم السيلز. ناس كتير بتبقى شايفاه معقد. هنتكلم عليه بتفاصيل. سمارت ليد، ابولو سيلز نافيجيتور، وهي ريتش، هنتكلم على كل واحده من التولز دي بالتفصيل. تمام. مش بس كده، دول ال 13 موديول المسجلين، ولكن في هدايا بنديها برضو للناس اللي هتكون مسجله معانا. هندي التمبلتس او القوالب اللي احنا بنستخدمها في المراسلات اللي احنا بنبعتها للعملاء بتوعنا. فهنديك افضل التمبلتس اللي احنا استخدمناها. هنديكوا برضو اكسس على اي اي تول تكتب لك الكوبي. فانت تقدر تخش على الاي اي تول دي وتجاوب على شويه اسئله، وهي تطلع لك الايميل اللي انت محتاج تبعته باستخدام نفس التمبلتس دي. آه، وكل اسبوع بنعمل لايف سيشن، عشان في ناس مش بتحب الريكوردينجز. هنحط فيها هبقى انا موجود فيها بجاوب على اسئله الناس اللي حضرت التريننج. بنجاوب عليها لايف معاكم ساعه كل اسبوع، كل خميس الساعه 4 ل 5. وبنجيب برضو جيست سبيكرز ان شاء الله، يعني هنجيب ناس جامده جدا في الكوميونتي سيشنز بتاعتنا. برضو هنديكوا اكسس لداتا مجانيه، منها بيانات كل المتاجر الإلكترونية في مصر والسعودية والإمارات، عددهم يعدي ال 100,000 متجر. بيستخدموا بقى زد أو سلة أو شوبيفاي أو ما إلى ذلك. ده جزء تاني. هنديكوا بيانات كل الشركات الناشئة اللي خدت على جولات استثمارية في المنطقة، مصر والسعودية والإمارات. هنديكوا بيانات لكل المتاجر او البيزنس الاونلاين اللي موجود في السعوديه. فاحنا سحبنا كل الداتا جوه معروف دوت اس اي. فلو في فيكم حد بيستهدف السوق السعودي، القائمه دي هتكون مهمه جدا ليكم. فهي حاجات لا تقدر بثمن. ضيف على ده، احنا عاملين حاجه ممكن يعني ما فيش ناس كتير قوي عاملاها، هو ان احنا عاملين ضمان على المحتوى. معاك 14 يوم اتفرجت على المحتوى ما عجبكش او ما استفدتش منه، بتقدر تتواصل مع التيم وبتسترد فلوسك على طول. فاحنا عندنا الضمان ده بيضمن جودة المحتوى، لان احنا متأكدين من ان شاء الله يعني يبقى مفيد للناس اللي بتحضر. تمام. كل ده بكام؟ عشان بس الناس اللي مستنية الرقم. كل ده ب 211 دولار، اللي هو ما يعادل 10,000 جنيه مصري. وما تستنى، عشان برضه في هدية هقول لك عليها. لو انت حسبت قيمة الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، هيوصل ل 1450 دولار. حلو. خصوصا الداتا دي، الريبورتات دي كلفتنا عشان نجيبها، بس احنا استخدمناها واستهلكناها
ومش بتكلفنا، هي موجوده عندنا يعني موجوده عندنا في الشركه، فحابين ان احنا نفيدكم بيها. فبيانات المتاجر الالكترونيه دي ثمنها يعدي ال $500 هنا، و$100 هنا، $250 هنا. غير الكورس، غير الاي اي كوبي رايتر، غير الويكلي سيشن اللي انت هتاخدها عشان تسال اسئلتك وتستفاد من المعلومات اللي احنا بنشاركها معاكم. فالرقم لا يقارن بالقيمه اللي انتوا هتاخدوها. وفي الاخر لو ما حسيتش بقيمه الحاجه، احنا ستيل هنرجع لك فلوسك لو ما حسيتش بده. ال 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 او الاوفر اللي ساره عبده معانا هنا، لو حابين نقول لها هاي. الاوفر هو 20% لكل الناس اللي حاضره الايفنت. هنشير معاكم لينك دلوقتي على الشات، في في ازاي تقدر تسجل. لو استخدمت برومو كود ويبينار 20 هتاخد 20%، والديسكاونت ده ساري لحد يوم 19 فبراير اللي هو يوم الخميس. تمام. فخلونا خلينا ابعت لكم لينك ال- آه، ايه، انا هبعت لهم دلوقتي لينك الاوفر. ابعتي لينك الاوفر. كده كده هبعته لكم في الشات دلوقتي لو حد عايز برضو يبص عليه. واشكركم على وقتكم. انا بقى هفتح باب الاسئله. هاخد بس الاسئله سريعا. مش هشرح حاجه زياده، بس هرد بقى على الاسئله للناس اللي بعتها. اوكي. ما شاء الله. آم، ازيك يا منى عطار؟ محمود نجيب. ابراهيم الكليني: عندي مشكله مع فكره اللغه التواصل بالانجليزي، ليه لازم التواصل بالانجليزي؟ انا عربي والشخص اللي بتواصل معاه عربي وجمهورنا عربي غالبا. أم، ما اعرفش يا ابراهيم لو انت قصدك كلامي انا بالعربي ولا بالانجليزي، بس يعني دي الطريقه اللي انا ببقى مرتاح في ان انا اتكلم عليها. على الايميل او اللينكدين للعميل المحتمل، لا يعني لو العميل بتاعك عربي وانت بتتكلم عربي وهو بيتكلم عربي، ابعت الايميل بالعربي مفيش مشكله. طيب لو انا لسه جديد في الماركت، ايمان مش عارف السؤال ده كان رايح فين، فممكن توضحي اكتر. لو انا لسه جديد في الماركت، غالبا انت قصدك ما عنديش سابقة اعمال. آه غالبا محتاج يعني اعمل يعني اعمل حاجات تقلل الريسك على العميل بتاعي عشان يحس بالطمأنينة تجاهك. فمثلا اوقات بعمل جارنتي، او بعمل ضمان على الخدمة اللي انا بعملها. فمثلا انا بساعدك في ان انت تزود عدد العملاء المحتملين عندك ل 30 عميل في الشهر. تمام. وانا حاطط ضمان على الرقم ده، لو ما وصلنالوش هنشتغل معاك مجانا لمدة شهر كمان، او لو ما وصلناش للرقم ده هنرد لك الفلوس، وهكذا. اعتقد ده يرد على سؤالك. آم، عبد الرحمن: ايه الكونفرجن ريت؟ ماشي، السؤال ده مهم. عبد الرحمن كاتب بيقول: ايه الكونفرجن ريت اللي نقدر نوصل له بالايميل، لان اظن بيحتاج فوليوم عالي. متفق معاك. اظن انت شفت مثلا مع فوري احنا بعتنا يعني اعتقد كسرنا ال 10,000 ايميل عشان نوصل ل 45 ميتنج. ولكن مفيش رقم، الموضوع متوقف على كذا حاجة. فوري عشان البراند بتاعه جامد، فالريزلتس جت بسرعة. بس لو انا ببعت لنفس شركة فوري بس يعني لبراند تاني غير فوري، بس هم لسه بادئين، البراندنج بتاعهم مش قوي، فالارقام هحتاج ابعت لاكتر عشان اجيب ريزلتس. هنا انا بتكلم على الايميل. اللينكدين كذلك برضو ارقامه متغيره، فما فيش كونفرجن ريت ثابت يا عبد الرحمن. آم، تمام عمرو. هو مش كله بيعمل الاسلوب ده من الايميلات المعموله بالطريقه دي، عشان كل كورسات مبيعات وخصوصا حاجات بالايميل بيشرح ازاي الكلام ده باستخدام ازاي. اه انا ضد اصلا الصراحه. يعني عمرو هنداوي بيقول هو مش كله بقى بيعمل الاسلوب ده من الايميلات معموله بالطريقه دي، عشان كل كورسات المبيعات وخصوصا الحاجات اللي بالايميل بيشرح ازاي اعمل الكلام ده بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي. فلو كله بيعمل كده، ايه اللي يميزني ويخليني اشد العميل في الايميل برضه؟ انا مش مع فكره ان انا اخلي الايميل كله يتكتب بالذكاء الاصطناعي.
فالذكاء الاصطناعي مش هيعرف يكتب السطر الاولاني بشكل فيه حرفة. ولا انا شايف على الرغم يا عمرو ان كل الكورسات بتقول تعمل كده، ما فيش حد بيعمل كده. الناس كلها 90% من السوق بيبعت ايميلات بنفس الطريقة القديمة، من غير ما يحط انترو لاين فيه بيرسوناليزيشن للشخص، او فيها يعني ان انا بشخصن الرسالة. كريم عبد الرحمن: if I have the access to the people who are attending group أو event, why should I need phantom buster؟ فانتوم باستر، خلي بالك كريم، انا هنا لو عدد الناس اللي جوه الايفنت 50 واحد، فانا اقدر اسحبها او اتكلم معاهم واحد واحد، تمام. فانتوم باستر دوره هو ان انا اسحب البيانات في اكسل شيت، واخد الاكسل شيت دي اروح لابولو اجيب بيها ايميلات الناس واجيبها كده، او اروح لاداه تانية تجيب لي ارقام تليفوناتهم. فانا الهدف بس من فانتوم باستر هنا ان انا استخدمها كده. ولكن لو انت هتتواصل مع الناس جوه اللينكد ان، فمش محتاج تسحبهم على فانتوم باستر. ديما بتسأل: المحاضرة متسجلة؟ آه هي للأسف احنا مش مسجلينها، فمش عارف. سارة قولي لي لو هي متسجلة، بس أنا ما أعتقدش. آم، هو انا مسجلها بس مش عارفه نشيل الريكورد بقى ولا هنعمل ايه، بس بص، انا أنا شايف في مسجلها. ناس كتير بتسأل عليها، فتمام يعني هو خلينا كده كده انا منزله الانفيتيشن لينك بتاع الكوميونتي، فلو قررنا ان احنا ان شاء الله هننزلها فانتوا اعملوا جوين للكوميونتي عشان تلاقوا الريكورد فيه. يلا بينا، ماشي. جماعة أنا مش هنا عشان أبيع لكم، بس احنا عاملين كوميونتي مجاني. في برضو محتوى احنا بنشاركه مع الناس. هتلاقوا برضو في سيشن بتحصل مرة كل شهر. فلو الكورس او البرنامج اللي انا عرضته مش هتشتركوا فيه، انصح بشدة ان انتوا تخشوا معانا الكوميونتي ده. بنتكلم فيه على الجو تو ماركت استراتيجيز والسيلز وما الى ذلك. مجدي حفناوي: اتس نمبرز جيم 100% يا كبير. نمبرز جيم. ساره بعت اهي اللينك الكوميونتي، فيا ريت لو تشاركوا فيه. الدومين مش بياخد بلوك من الفوليوم ده. في العادي لو انا بستخدم دومين واحد يا كريم، ممكن ياخد بلوك. ودي بتيجي الصنعه بتاعت شركات زينا، ان احنا ازاي نقدر نبعت كم كبير من الايميلات بشكل يخلي المسج تنزل في الانبوكس. ودي قصة تانية ممكن بقى نتكلم عليها في سيشنز تانية. ولكن سؤال مهم جدا من كريم: اغلب الناس اللي جربت ان هي تبعت ايميلات على نطاق كبير، عارفة ان الايميل ممكن يتعرض ان هو يحصل له بلوك. ف... فدي حاجة احنا بنشتغل عليها. لو دخلت على الموقع بتاعنا اسكالا.ai هتلاقي فيديو انا بشرح فيه ازاي نقدر نتفادى عملية ان ان الدومين يتعمل له بلوك. عمرو هنداوي: بياخدوا عشان كده بتبقى معاك كذا ايميل بتبعت من كل واحد عدد قليل جدا. ممتاز يا عمرو، صح، معاك 100% في اللي انت قلته. آه رنا بتسأل برضو سؤال مهم، بتسأل: اللينكدين اوتوميشن تولز مش بتخلي بعد فترة ان انت الاكونت بتاعك ياخد بان؟ اه، لينكدين ضد ان انت تعمل اوتوميشن. خلاص. طيب هعمل ايه عشان اتاكد ان الحساب بتاعي ما يتحطش في مخاطره ان يتعمل له بلوك؟ واحد: مش هبعت لكميه كبيره وانا في الاول يعني. لينكدين حاطط ليميت او حاطط حد لعدد الناس اللي انت تعمل لهم كونكت، تمام، وعدد للناس اللي انت ينفع تبعت لهم رسائل. حلو. العدد ده تقريبا ما يقارب من 400 شخص جديد تعمل له كونكت كل شهر، يعني كل اسبوع 100 كونكشن. فحاول دايما ان انت ما تزودش عن الرقم ده. نسبة كده، لو انا عايز اشوف كل يوم المفروض اعمل كام كونكشن، تقريبا 15 ل 20 كونكشن، ما تزودش. تمام. فلو انت عملت الكم في حدود الرقم ده، مش هيحصل لك ريستريكشن يا رنا. ولو حصل ريستريكشن، هو بيبقى طالب حاجة واحدة بس منك عشان يفك الحظر: ان انت تبعت لهم الاي دي بتاعك، مش البطاقة. هو عايز حاجة فيها اسمك وصورتك، ويبقى فيها اسمك بالانجليزي زي ما هو مكتوب في اللينكدين. فغالبا ده بيبقى الباسبور. فناس كتير قوي شفت حساباتها حصل لها حظر وما عرفتش تفكها غير لما بعتت لهم الباسبور. تمام. هاخد سؤال كمان وبعدين هقفل.
هل البرنامج ده بيساعدني اجيب ليدز لمدربي كورسات او شركات تسويق الكتروني سوفت وير هاوس؟ بص انا ستيل مش هقدر احكم قوي هيفيدك لحد فين، بس خلاصة الكلام الناس اللي انت بتستهدفها لو بيستخدموا، لو هم عندهم حسابات على اللينكدين بكمية، او الشركات اللي انت بتستهدفها موجودة على اللينكدين بكمية وبيستخدموا الايميل، فطبعا الكورس هيبقى مفيد جدا. ولكن لو السوق اللي انت بتستهدفه آه، مش اكتف على اللينكدين والايميل، فالكورس مش هيبقى مفيد يعني. فما اعرفش انا جاوبت على سؤالك ولا لا. بس يعني الاسئله كتير، انا مش هينفع اجاوب عليها كلها، بس اشكركم يعني حتى بعد السيشن بربع يابا ساعه عايزة لسه في. اقولك معانا احمد محسن، بس هو purchased الكورس وشارك معانا السكرين شوت بتاعته في الشات هنا. ماشي حبيبي يا هتلاقيك ما احمد. شفتهاش. نورتنا و... و... وان شاء الله يبقى يرجع عليك بفايده. الناس اللي حاضره بشكركم جدا 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 على ان انتوا فضلتوا قاعدين كلنا. ما اعرفش انا رغاي جدا وبتكلم بسرعه وبمكس انجليزي على عربي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا، انا حابب اعمل سيشن زي دي كده تاني، فالفري كوميونتي جوينوا عليها مره كل شهر. هعمل سيشن مدتها ساعه. لو دخلت معانا في البيد كوميونتي هيبقى كل اسبوع في ساعه بنتكلم عليها، فبنتكلم بتاخد مساحه اكتر في ان انت تسال وتستفسر وتتفاعل معانا. آم، حسابي على لينكدين اكتف، عايزين تبعتوا لي. انا اسف مش برد على كل الناس، بس يعني ساره برضو ساره معانا برضو، هي بتهندل القصه دي. اشكركم. ساره هتبعت لكم، معرفش ساره انت هتبعتي حاجه انت كنت عايز تبعتي حاجه ساره او كنت بعتلهم satisfaction كده survey، هبعته تاني. ماشي. الساتسفاكشن مش هنا على الشات؟ لا هنا، وهبعته تاني. ماشي خلاص. ما تنسوناش في الدعم، لايك شير سبسكرايب فعل الجرس والحاجات الظريفه دي، وان شاء الله اشوفكم تاني. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم، وربنا تقبل منكم صالح الاعمال، والسلام عليكم.